ازيكم؟ النهاردة احنا هنتكلم في موضوع هو تاريخية الصليب. الموضوع ده مهم علشان خاطر في ناس كتير في العالم لسه بتتخيل ان الصليب دي قضية وهمية ما حصلتش او نتيجة تحريف في الكتب المقدسة اللي بيؤمن بيها المسيحيين. لكن هل فعلا في اي ادلة موضوعية ممكن نبص عليها ونحكم اذا كان فعلا الصليب حصل او لأ؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. بس للي ما يعرفش، مش بس عشان خاطر في ناس متعرفش عن الصليب احنا هنتكلم في الموضوع دوت، لكن لان مفيش اي طريقة ان احنا نتقدم فيها في الحوار عن ليه الصليب او ايه لازمة الفداء او ايه القصة دي كلها لو انا مش مؤمن اصلا ان الصليب حدث تاريخي. وبالتالي لو انا ما امنتش ان الصليب حصل او ان المسيح فعلا مات مش رفع مثلا، يبقى قضية القيامة برضو قضية منتهية، لأن مفيش قيامة لشخص ما ماتش. عشان كده اخترت أتكلم في الموضوع بتاع الصليب النهاردة. خلينا نشوف احنا هنقسم الموضوع ازاي. في 4 أنواع من الأدلة ممكن الواحد يدور فيها عشان يشوف بنفسه إذا كان الصليب ممكن يكون حدث تاريخي أو دي مجرد يعني تأليفة. أول نوع من الأدلة هو الأدلة اللي جايلنا منقولة عن طريق الكتابة. تاني نوع هو اللي جايلنا منقولة عن طريق الآثار أو الاكتشافات الأثرية. تالت نوع هو اللي جايلنا من خلال معرفتنا الطبية لعملية الصلب وإيه اللي بيحصل في جسم الإنسان أثناء عملية الصلب، وهل ممكن واحد ينجو من عملية الصلب ديت حتى لو بالصدفة قليلة. آخر حاجة هو ايه رأي الاجتماعي بتاع او الرأي من المؤرخين من خلفيات مختلفة، مش بس مثلا مسيحيين. خلينا نشوف أول نوع من الأدلة. أول حاجة هي أدلة اللي جايلنا directly أو مباشرة من ما نقل من البرديات اللي جات لنا من العهد الجديد من الأناجيل. الأناجيل كتبت في خلال القرن الأول ومن جوه الأناجيل حتى الناس اللي هي skeptics أو اللي هي مش مسيحية بيقدروا ينقوا من جوه الأناجيل مصادر يعتبروها اللي جه منها الأناجيل، يعني مصادر كمان أبدر من مصادر كتابة الأناجيل. لكن موضوع التاريخ بتاع الأناجيل مش هو موضوعي، لكن أنا هبدأ من أنت مش لازم تؤمن إن الأناجيل موحى بيها من الله عشان تبتدي تبص عليها على إنها مستند أو وثيقة جات لنا من القرن الأول. فأنت تبص على الوثيقة ديت كأنها حاجة تاريخية، وبعد كده تحكم إذا كانت الأحداث اللي فيها ممكن تكون حصلت أو لأ. أول حاجة فيها موجود فيها هو أن المسيح في الأناجيل المختلفة، وخصوصا لو قارنا السينابتكس جوسبل اللي هما بيعتبروهم ليهم مصادر مشتركة، و إنجيل يوحنا اللي هو بيعتبروه خط منفصل عن السينابتك جوسبل عامة. هتلاقي ان فيهم ان المسيح هو اتنبأ، او لو انت مش بتؤمن بموضوع النبوة ممكن تقول قدر يتوقع ان هو هيموت بالصليب ربما من الظروف اللي حواليه. اللي اقصد من الفكرة ديت هو ان انا مش عايزة اخش في جدال هو تنبأ ولا توقع، لكن الفكرة ان في فهم كان موجود عند المسيح انه هيموت بطريقة الصليب. ونشوف الموضوع دوت مثلا في كذا إنجيل. في إنجيل متى 16 مثلا بيقول ومن ذلك الوقت ابتدى يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. بعد كده في يوحنا 12 هنلاقي ان هو بيقول وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى أي ميتة كان مزمعا أن يموت. يعني بمعنى أصح هنا بيقول إن هو هيترفع عن الأرض مشيرا إلى أي ميتة هي ميتة الصليب في الوقت اللي هو كان عايش فيه. تاني حاجة نشوف أدلة إن المسيح كان مش بس متوقع لكن إدى كلام ما، يعني إن هو
قابل وهو عايز يروح للصليب لأن ده بيحقق هدف تاني. وده ده بيجي عكس كلام منقول من ناس تانية قالت ان فيها ان المسيح يعني حد بداله جه. فازاي شخص زي شخص المسيح يبقى هو جاي وعارف ان هو هيموت وبيتنبأ او بيتوقع ان هو هيموت على الصليب، وبعد كده يجي حد ياخد مكانه وهو كمان يقعد ساكت. المسيح ما كانش بيجري من الخطر او مش بيجري من الموت او مش بيخاف من الخطر والموت، وان كان كأي انسان وهو بيواجه شاعر بتقل المواجهة مع الألم والموت. لكن هنلاقي ان مثلا في متى 26 في الوقت وقت القبض على الرب يسوع، فقال له يسوع رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ فكيف تكمل الكتب أنه هكذا أن يكون؟ يعني بمعناها إيه؟ إن المسيح بيقول بطرس وقف نزل سيفك، لأن اللي بيستخدم السيف بالسيف بيتاخد. هو أنت مش فاكر إن أنا ليا أب يقدر يبعتلي جيش من الملايكة ويدافع عني لو أنا عايز؟ هنا بقى بفرق ما بين الله في الموقف والله من ديانات أخرى اللي بتقول إن الله على استعداد إنه مش يبعت جيش، لكن إنه يبدل واحد بريء بواحد مكان واحد تاني. لكن هنا المسيح بيوضح لنا الله كان ممكن يتصرف ازاي. الله كان ممكن يبعت ملايكة ان هو ينقذوا المسيح، مش محتاج بني ادمين ياخدوا مكانه او بني ادمين يدافعوا عنه علشان خاطر هو ينجو من الصليب. لكن المسيح كان عارف كويس خالص ان في نبوات لازم تتكمل، مش النبوة اللي هو عملها، لكن هنا المسيح بيشير الى الكتب، يعني بيشير الى نبوات كانت في العهد القديم. في يوحنا 10 من 17 و18 بيقول المسيح لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لأخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها. بيتكلم على حياته. هذه الوصية قبلتها من أبي. يعني هو المسيح هنا بيقول إيه؟ صحيح في منظر خارجي وهو المنظر الحدث التاريخي ان اليهود اتأمروا وان الرومان عملوا وصلبوا، وده كأني لو حد سأل ايه الأسباب التاريخية لصلب المسيح هيقول يهود ورومان. لكن في الحقيقة المسيح هنا بيقول ورا الستار التاريخي أنا اللي متحكم في الموضوع، أنا أحدد امتى أحط حياتي امتى أسلمها، وانا اللي احدد اذا كنت ما اسلمهاش. مش الناس اللي ماشيه التاريخ، لكن انا اللي ماشي التاريخ من ورا الصوره. طبعا دي بالاضافه دي احد الادله على الوهيه المسيح، لان مفيش انسان يقدر يقول انا ليا سلطان او اضع حياتي وليا سلطان ان انا امشي الدنيا زي ما انا عايز. لكن هو بيقول انا عملت كده بسلطان مني انا. يعني معناها ايه؟ معناها مرة اخرى ان حتى المسيح لما اتحط قدام الموت مش ان هو اللي يعني كان مغلوب على امره من الرومان او من اليهود فمحتاج حد يجي ياخد مكانه او محتاج حد يجي ينقذه، لكن هو بيقول لا، انا اللي بسلطاني اردت اني سمحت ان ده يحصل. طيب ايه الأدلة التانية اللي موجودة من كل الوثائق اللي استلمناها من الأناجيل الأربعة ذكرت وسردت قصة الصليب، وذكرت وسردت قصة الصليب مع وجود شهود كمان غير الناس اللي بتكتب. يعني حطوا أسماء، سموا أسماء للناس كانت عارفة الرب يسوع بطريقة شخصية على عند قدم الصليب، والناس ديت شهود عيان. وشهود عيان يعني عارفين مين هو المسيح وعارفين الرب يسوع وكانوا متتبعين معاه من ساعة القبض عليه لحد ما اتصلب، يعني شايفين كل شيء. يعني كان في شهود غير الشاهد اللي بيكتب الإنجيل نفسه. فبنشوف مثلا مريم المجدلية، مريم اللي هي أم الرب يسوع، ومريم اللي هي كانت أم تلميذين المسيح، ويوحنا الرسول أو التلميذ اللي المسيح على الصليب وصى على أمه.
طيب ايه تاني من الأدلة الأشياء المكتوبة المنقولة وصلت لينا من القرن الأول والتاني من هي هنلاقيها موجودة في كتابات الآباء الكنيسة. مرة أخرى أنت مش لازم تؤمن بأي حاجة إلهية بحوالين الكتابات، أنت بتتعامل معاها على أنها وثيقة تاريخية اتكتبت في زمن معاصر للحدث، وبتشوف الناس في العصر الحدث دوت بتقول ايه عنه. فعندك مثلا إجنيشيوس، عندك سانت كليمنت، وعندك جاستن مارتر. دول 3 آباء من القرون الأول والتاني. هتلاقيهم إجنيشيوس من عايش ما بين فترة 35 و108. كليمنت برضو في من 35 ل99. وجاستن مارتر من 100 ل165. على فكرة التواريخ دي لو حد شايف انها بعيدة عن الحدث، هي في الحقيقة مش بعيدة، لان لو تفكر فيها المسيح مات يا اما 30 35 في سنة ميلاديا. وبعد كده انت بتبص على حاجات مكتوبة ومنقولة في خلال 50 سنة. لما بتبص على الليجندز يعني مثلا القصة مثلا تكون تاريخية وبعد كده تبدأ تتطور وتاخد شكل ميثولوجي أو عليها بهارات كتير. بتاخد على الأقل 2 جيل، يعني بحسب المؤرخين عشان القصة تبدأ مثلا البذرة بتاعتها وبعد كده تبدأ تتطور 2 جيل. فاحنا هنا بنحكي في الجيل الأول، يعني ما كملتش معداش جيلين. فاحنا شايفين ان الامور حتى تاريخيا مقبولة على المستوى المؤرخين العلمانيين او اللي هم يعني ملهمش اي يعني قضية في الموضوع ان هم يثبتوا حاجة او عكسها. طيب المصادر اليهودية مثلا هتلاقي في التلمود ان بيقول ان on the eve of the Passover، يعني في ليلة عيد الفصح، يشو او جيسس يسوع اتعلق على الصليب. لأن مفيش حد، يعني مفيش حاجة جت تمحي عنه التهمة بتاعته، هو اتعلق أو مات على الصليب في ليلة الفصح، وده بالظبط اللي بيوافق سرديات الكتاب المقدس عن صلب المسيح. طيب هل عندنا أدلة رومانية أو من مؤرخين رومانيين سردوا الأحداث ديت؟ عندنا. أول واحد هو ثالث. احنا معندناش الكتابات الأصلية بتاعة ثالث، لكن هي مكتوبة. يعني لما عارف انت لما بتقرا حاجة وبعدين انت بتكتب بتقول أنا بسجل الفلاني الفلاني قال كده وبعد كده حد يجي يقرا كتابك، فهو مصدر تاني. يعني واحد كتب ثالث قال كذا كذا كذا، وهو في الحقيقة كان بيرد على ثالث. مين اللي بيرد على ثالث؟ واحد اسمه جوليوس أفريكانوس، وهو بيرد على ثالث في نقطة تانية. سجل ثالث قال ايه عن الصلب، فهو بيقول on the whole world there pressed a most fearful darkness، يعني حصل ضلمة كبيرة على كل العالم. ثالث اللي بيسجل كده، ثالث مؤرخ روماني. and the rocks were rent، والأحجار تشققت by an earthquake، نتيجة لزلزال. and many places in Judea، وأماكن كتير في اليهودية and other districts، ومناطق أخرى were thrown down، يعني حصل فيها نوع من نتيجة الزلزال. This darkness Thales in the third book of his history calls, as appears to me without reason, an eclipse of the sun. يعني هو بيقول ان جوليوس بيقول ان ثالث بيقول ان الضلمة اللي حصلت على الارض هي مجرد كسوف للشمس بس. يعني افريكانوس او جوليوس يعني بيحاول يقول انا مش شايف سبب علم يعني ينفع يشرح الحكاية ديت، لان واضح ان جوليوس كان عايز يقول دي ظاهرة صحيح طبيعية، لكن كانت نتيجة لصلب المسيح. يعني شكلها طبيعي لكن هي نتجت نتيجة لحدث صلب المسيح، وكأن الطبيعة بترفض اللي بيحصل.
ده كان تفكير افريكانس، لكن وهو بيحاول يرد على ثالث ان هو بيقول ده كان مجرد كسوف شمس عادي. سجل لينا ثالث قال ايه. فده اول مصدر روماني، وثالث كان حوالي 55 بعد 55 سوري ميلاديا. تاني مصدر روماني لوشيان. لوشيان ده كان حوالي 165 ميلاديا. برضو احنا مش بنحكي على شخصية بتحب المسيحيين او اي حاجة، ملوش اي مصلحة، لكن هو بيقول Christians المسيحيين هو بيتكلم worship a man، بيعبدوا شخص، وده دليل على ان عبادة المسيح انه كالله الظاهر في الجسد ما كانش تطور نتج مع الوقت، لان هو في 165 وهو بيحكي على معلومة بيتكلم عليها كأنها حاجة معروفة. بيقوله Christians بيعبدوا شخص راجل، لأن المسيح هو إنسان. في تفكير الرومان، في تفكير المسيحيين هو already الله الظاهر في الجسد. فهو بيقول the distinguished personage who introduced their novel rights and was crucified on that account. يعني هو بيقول الشخص دوت اللي هو المسيح اللي هم بيعبدوه اتصلب على الصليب لأن هو جاب لهم قوانين أو شريعة جديدة. You see these misguided creatures، بيتكلم عن المسيحيين بيقول عليهم الضالين، start with the general conviction that they are immortal for all time. هم عشان ضالين علشان هم بيعتقدوا ان هم كائنات هتعيش للأبد. which explain the concept of death and voluntary self-devotion. عشان كده بيشرح مفهومهم عن الموت وليه هم بيكرسوا نفسهم يعني للخدمة. which are so common among them، إن هي حاجة ظاهرة كانت منتشرة كتير ما بينهم. and this was impressed on them، وده طبع عليهم by their original lawgiver، من اللي مديهم الشريعة بتاعتهم. هو هنا بيشير إلى المسيح. that they are all brothers، إن كلهم إخوة. from the moment that they are converted، يعني من ساعة إيمانهم أو قبولهم للإيمان ما بيصبحش فيه فروقات ما بينهم، هم كلهم إخوة. and deny gods of Greece، بينكروا آلهة اليونان and they worship the crucified sage، يعني بيعبدوا المعلم بتاعهم اللي اتصلب، وبيتبعوا and live after his laws، يعني بيتبعوا القوانين بتاعتهم. ده كلام لوشيان. صحيح لوشيان مش بس بيشرح زي ما قلت لكم ان المسيح مات مصلوب، لكن بيشرح ان المسيحية منذ بدايتها كانت شايفة ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، ان المسيحيين عاشوا حياة مختلفة جدا عن باقي الناس اللي كانت حواليهم، بتتميز ان هم كانوا بيشوفوا بعضهم بعض كإخوة. وده برضو بيصادق على الكلام اللي اتسرد في أعمال الرسل عن طريقة تصرفات المسيحيين الأوائل مع بعضهم، وازاي ان هم ما بيشوفوش فروقات لا بين يهودي ولا يوناني ولا روماني ولا عبد ولا حر، لكن هو بيتكلم عليهم يعني ان هم الفئة الضالة، ودي المعتقدات بتاعتهم. تالت نوع هو جوسيفس. هو في الأصل كاتب، هو أصلي يهودي، لكن هو كان بيكتب التاريخ الروماني، كان تبع الحكومة الرومانية. لكن هو في كتاباته في بعض الأماكن لاحظوا إن ممكن يكون في ناس وهم بينقلوا كلامه غيروا. كان مثلا الكاتب ممكن يكون مسيحي أو متعاطف مع المسيحيين فغيروا شوية كلام، لكن الأصل من كتاباته يقدروا يتوصلوا إليه من خلال يعني النقد النصي. فهم بيقولوا حتى مع وجود تغييرات حصلت في يعني في قرون بعد كده من كتابات جوسيفس، يقدروا يعرفوا جوسيفس نفسه في الأساس قال إيه. لكن مفيش اعتراض ما بين أي نوع من المؤرخين حتى الغير مسيحيين إن جوسيفس سرد صلب المسيح. فبيقول ان في الوقت ده كان في راجل اسمه يسوع، وان بايلوت او بيلاطس البنطي حكم عليه بانه يتصلب ويموت على الصليب.
لكن الناس اللي كانت تلاميذه ما ثبتوش بعد ما مات، ما ثبتش طريقة التعليم بتاعه بعد ما مات. وكمان سجلوا ان هو ظهر ليهم بعد ما مات. اوكي. الحتة اللي مفيش اختلاف عليها إذا كانت دي من جوسيفس أصليا أو جه كاتب تاني في القرون اللي بعد كده زودها على جوسيفس، هي حتة الصليب، إن جوسيفس سجل إن في صليب حصل، وإن في اسمه يسوع، وإن الشخص دوت كان ليه أتباع، والأتباع دي كملت بعد كده. تاسيتس برضو في سنة 116 حوالي 116 قال الآتي: consequently، تبعية الكلام اللي هو قاله على اللي فات، to get rid of the report، نيرو عشان يتخلص من حاجة report تقرير، نيرو راح fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations called Christians. يعني هو بيقول إن نيرو حاول يتخلص من تقرير معين وحاول وذنب معين، فألقى الذنب على مجموعة محتقرة جدا من باقي الشعب الروماني، هي فئة المسيحيين، وكان بيعذبهم عذاب جامد. كريستوس هو جاي من كرايست اللي هو المسيح، from whom the name had its origin، اللي جاي منهم اسم المسيحيين. هو نفسه suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius ده اسم القيصر اللي كان بيحكم وقت بيلاطس البنطي، وقت صلب المسيح. فهو بيقول ان المسيح اتحكم عليه بالإعدام في وقت حكم تيبيريوس بأقصى أنواع أشد العقوبات الموجودة في الإمبراطورية الرومانية. فهو كاتب at the hand of one of our procurators اللي هو Pontius Pilate أو بلاطس البنطي. And most mischievous superstition thus checked for the moment again broke out, not only in Judea, the first source of the evil, but even in Rome, where all things hideous and shameful from every part of the world find their center and become popular. فهو عايز يقول إن نتيجة لقصة المسيح اتفجر من حتة منطقة اليهودية نوع من السوبرستيشن أو يعني الخرافة الجديدة اللي انتشرت مش بس في حدود أرض إسرائيل، لكن انتشرت حتى إلى روما. وده هو هنا بيلمح مرة أخرى في سنة 116 عندك تقرير إن المسيح مات، إن في انفجار حصل في انتشار المسيحية، وإن دي كانت مش بس محدودة في الأراضي الإسرائيلية، لكن كمان already كانت بدأت تنتشر في روما. ايه نوع التاني من الأدلة اللي أنا اتكلمت عليه؟ هو الأدلة اللي ناتجة من الآثار. هل مثلا عندنا أدلة إن فعلا في واحد كان اسمه، هل عندنا أدلة إن تايبيريوس كان موجود في الوقت دوت؟ عندنا، شفنا حبة منها، لكن برضو عندنا آثار مثلا ممكن تكون على هيئة عملات أو إعلانات أو كده بتقول إن تايبيريوس كان موجود، أو إن في الوقت دوت من حياة المسيح كان مثلا في بوينتس بايلوت أو بيلاطس البنطي، أو إن مثلا كان في قيافة. كل الحاجات الأسماء دي ليها مصادر تانية اتلقت من آثار اتثابت من الوقت دوت. لكن اللي أنا عايزة أركز عليه مش هو بس التفاصيل الصلب، كان هل في أدلة على الأسماء اللي ذكرت، لكن برضو إن كان في عملية اسمها عملية الصلب بتحصل، وإن هي ما كانتش مثلا بتحصل في روما وفي أماكن تانية كان طريقة الإعدام طريقة مختلفة. لأ، في أدلة بتقول إن الصلب كان برضو بيحصل في أراضي إسرائيل. بالعكس، إن إحنا عندنا حاجات متسابة بتقول إن آلاف
الناس ماتت مصلوبة في المنطقة ديت، لكن البقايا اللي اتبقت يعني عندنا حالة واحدة بس اكتشفوها، اللي هي اللي في الصورة ديت، وهي آثار في لمسمار طويل جدا في رجل راجل إسرائيلي يعني شاب صغير، يعني شاب، ودي اكتشفوها سنة 68. ودي الحالة اللي أنا أعرفها على الأقل، لما دورت ما لقيتش حاجة تاني اللي اكتشفوا فيها بقايا زي كده موجودة، بقايا عظم يعني إنسان فيها ال المسمار دوت. لكن هي الفكرة هنا ايه؟ الفكرة هنا اني مثلا ايه، ممكن واحد يقول فرعون قال ان كان في هيبقى في صلب بيحصل. اي حد بيقرا الكلام دوت في حتة تانية كده في كتاب تاني هيقول بس هو ما كانش في صلب بيحصل اثناء فرعون في مصر القديمة، يبقى في هنا خطأ تاريخي. وده اللي انا بحاول اقوله، ان الحتة دي مش موجودة عندنا، ان التوقيت الحدث او انتساب الصلب للمسيح في الوقت دوت من الزمان موافق جدا مع الادلة التاريخية، ان ده كانت حاجة بتحصل وبتحصل في الوقت دوت وبتحصل في المنطقة ديت. طيب ايه الادلة؟ النوع الثالث هو الادلة الطبية. ايه قصدي بالادله الطبيه؟ في معتقد ان ناس ممكن حتى مش لازم يكونوا كانوا مسلمين، لكن حتى وسط الملحدين، لان هما بيحاولوا يشرحوا القيامه، لكن وان كان النوع دوت قل جدا، ان ازاي المسيح ازاي التلاميذ افتكروا ان المسيح قام. ففي ناس بتحاول تقول ما هو ممكن مثلا من كتر الضرب اللي اخده والتعذيب اللي اخده وهو طلع على الصليب فجاله نوع من الشوك. الشوك ده ادى ان هو يبان كأنه مات، فلما نزلوه وخلوه في موضع سطحي كده يبقى يرجع الدم تاني فيفوق شوية بشوية. طبعا هو الموضوع دوت مش عشان انا اثبت اذا كان دوت ينفع اساسا يشرح الادله التاريخيه المتوفره عندنا ولا لا على اذا كانت القيامه حصلت، لكن انا هتكلم من منطلق طبي. هل ينفع ان شخص ينجو من عمليه الصلب؟ اول حاجه المسيح ما اتصلبش، بس يعني مش كل الناس اللي بتتصلب بتروح تاخد بتتجلد. المسيح الظاهر ان بيلاطس كان فاكر ان هو لما هيجلد المسيح شوية ويأدبه شوية قدام انه هيشبع الثورة اللي كانت اليهود قايمة بيها ان هو عايزين يقتلوه، لان هو في رأيه ما كان شايف ان في سبب يسمح ان المسيح يموت على الاقل مش يموت مصلوب. فهو افتكر ان هو لو ضرب المسيح جامد بحكم عليه بالجلد ان ده هيسكت اليهود، وكده يبقى هو ايه، كسب الاتنين بمعنى ان هو ما عملش حاجة هو شايف ان المسيح ما يستحقهاش، يبقى كده بص مش انا اللي قتلته، انا ما جيتش ما قتلتوش. في نفس الوقت يرضي اليهود وما يحصلش ثورة ودربكة ويجيب كلام ليه من ناس اعلى منه. لكن في الحقيقة ان حتى الجلد بتاع الرومان كان كافي جدا انه لوحده بدون الصليب انه يقتل شخص. اول حاجة طريقة تركيب الحربة سوري يعني اللي بيجلدوا بيها يعني هي عبارة عن جلود من أطوال مختلفة، وبيضفروا جوه الجلود ديت أجزاء من العظم الحاد المكسور وحديد أو لد عشان يجرح في جسم الإنسان. فلما يجي يضرب هو كأنه بيغرس في الجلد، وهو بيشد مع الجلد. فأنت متخيل كمية. طبعا هو في الغالب بيروحوا عند 40 جلدة، بس الرومان اليهود كان عندهم ده أقصى حد، لكن الرومان وخصوصا هم بيتعاملوا مع يهود مش روماني ما كانش عندهم نوع من الحدود الأخلاقية دي يعني اللي ممكن يحطوها. في سنة 86 في مقالة نزلت في الأمريكان Medical Association Records بتقول كده:
As the Roman soldiers repeatedly struck the victim's back with full force، يعني بيقول ومع تكرار ضرب الضحية من الجندي الروماني بقوة شديدة. The iron balls، يعني هما كانوا بيحطوا زي كور حديد would cause deep contusions، عشان بتخبط جامد. تخيل كورة من الحديد فانت تيجي تخبطها بكل قوتك على ظهر أو على جسم الشخص، فبتسيب ليها آثار كدمات جامدة. And the leather thongs and the sheep bones would cut into the skin، يعني الحتت الجلود ديت والعظم هتغرس في الجلد وتقطع فيه. وبتوصل مش تعمل سكراتش يعني خربشة في الحرف، لا دي بتخش جوه وبتخش في الطبقة اللي تحت الجلد كمان. Then as the flogging continue مع الاستمرار الجلد the lacerations would tear into the underlying skeletal muscles، يعني هو أول ضربة أو تاني ضربة وصلنا للجلد والطبقة اللي تحته، لكن مع استمرار الجلد خلاص الطبقة الحماية دي راحت أو اتبهدلت، فهتبتدي الحرب لما يجي يجلد يبتدي يقع على العضلات نفسها، يعني العضلات بقت مكشوفة فيبتدي يقطع فيه أو يغرس في العضلات نفسها، فيبقى الشخص ماشي وجسمه كله متقطع literally. النوع التاني من الأدلة وهو إن مكتوب في سردية الأحداث الصليب إن الرومان أو جنود الرومان حطوا على المسيح تاج من شوك. في الحقيقة الرسومات اللي بنشوفها اللي هي تاج اللي هي زي الباند اللي بتمشي داير ما يدور حوالين الراس، دي تاريخيا مش دقيقة. حقيقة التاج هو كان شوك متشبك كله بيجي زي طاقية على راس الإنسان. دكتور مارك إيستمان بيقول Jesus had not drunk since the night before، لأن إن بيقول إن المسيح ما كان شرب أي شيء من الليلة اللي قبلها لأن هو كان في المحاكمة. ومع so the combination of the beatings, the crown of thorns, and the scourging would set into motion an irreversible process of severe dehydration. يعني لأن هو ما كانش شارب حاجة وفي نفس الوقت مع استمرار الضرب مع تاج الشوك مع الجلد إن هو بيفقد دم كتير، وده لوحده كان كافي إنه يسات irreversible يعني ما ينفعش علاجها حالة من الديهايدريشن أو إن هو لما يعني جسم يفقد سوائل كتير، ودي بيقول irreversible يعني medically ما يقدروش إن هو at this point هو فقد كتير 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 من دمه وجسمه، إن at this point إحنا ممكن نقول إن هو علاج الحالة أو عكس إن هما يعالجوا الحالة شبه مستحيل. ده بافتراض إن هو وقفوا عند هنا وأخدوه المستشفى ومستشفى بتعرف تعمل إيه، لأن already جسمه كان كله متبهدل. أما عملية الصليب نفسها فهي لوحدها بدون أي شيء آخر كانت كافية في إنها تقتل الإنسان، يعني هي كانت طريقة إعدام منها لذاتها. يعني الطريقة اللي بيموت بيها الإنسان هو إن هما بيعلقوه. على فكرة هو القصد اللي ابتدع الطريقة دي كان الهدف إن هو مش بس يعدم الشخص، هو الهدف إن هو كان يعذب الشخص أطول مدة ممكنة ولحد ما يموت. فاللي بيحصل إن هما بيصلبوا الشخص وبيحطوا مسامير في ايدين ورجلين الشخص وهو عالي برضو، فهو عشان يتنفس هو محتاج ان هو يزق نفسه. انت متخيل انت مصلوب بمسامير
وعايز ترفع نفسك عشان تقدر تاخد النفس وانت بتنزل تطلع النفس. الحركة الدايمة دي اللي انت المجهود اللي انت لازم تعمله بالمسامير اللي في رجليك، انت بكل نفس انت بتاخده انت بتخش في مرحلة ألم رهيبة جدا، لحد ما يجي الوقت اللي هما مش قادرين يرفعوا نفسهم عشان ياخدوا النفس دوت، وبالتالي بيموتوا النتيجة ان هما مش قادرين يتنفسوا تاني. فهو زي خنق بالبطيء مع ألم شديد جدا. دي الطريقة اللي لو مفيش أي إصابات أخرى عندك الصليب بيقتل بيها. فلك أن تتخيل المسيح وهو معدي في كل التعذيب دوت اتحط على الصليب، ودلوقتي هو ما كانش قادر. خلي بالك المسيح وهو بياخدوه للصليب الكتاب سجل ان هو ما قدرش يشيل الصليب. في ناس بتقول ممكن يكون ده نتيجة ان في زي انفصال الكتف، فما قدرش يحمل الصليب، بالإضافة إلى إنه طبعا كل اللي داقه من عذاب. لكن بغض النظر في الآخر المسيح وصل للصليب، وهو دلوقتي عشان يقدر يتنفس حتى كان لازم يقدر يرفع جسمه لفوق عشان يلقط النفس وينزل تاني. عشان كده حتى أنا أشجع الناس إنها تقرأ الكلمات اللي قالها على صليب المسيح، لكنك لازم تعرف إن الكلمات دي مهمة جدا ومحسوبة جدا، لأن كل شخص بيقول كلمة هو لازم يحسبها، لأن هو هياخد نفس عشان يتكلم، معناها إنه عايز نفس تاني عشان يلقط مكان بعد ما اتكلم. يعني الكلمات دي غالية جدا، تمنها غالي جدا يعني على الشخص. لكن حتى بعد ما المسيح الكتاب كتب ان هو اسلم الروح، في ادلة تاني طبية الكتاب بتوع الاناجيل معرفوش ان في القرن العشرين ولا 21 هيجي حد يقول، او القرن السادس لو عايزين نوصل لهناك، يقول ان المسيح مماتش. هما بيسجلوا تفاصيل ممكن تبان للقارئ ان يعني تفاصيل فاضية ملهاش لازمة، لكن في الحقيقة هو للشخص اللي ممكن يجي يسأل هل المسيح فعلا مات، التفاصيل دي هتعمل معاه فرق. ليه؟ لأن مثلا أول تفصيل حصل ده أثناء يوم الجمعة قبل الساعة 6 لازم الكل ينزل من على الصليب. ليه؟ لأن يوم السبت جاي وعاداتهم وتقاليدهم بتبدأ من الجمعة بالليل، فلازم يكون خلصوا موضوع الصليب دوت. فأول حاجة هتتعمل إن هو هيبتدي يكسر رجلين الناس اللي على الصليب. ليه؟ لأنه في الحالة ديت ما يقدرش يرفع نفسه، وبالتالي هيموت مخنوق على طول. لكن في حالة المسيح الجندي عدى وشاف وعرف ان المسيح مات، فما حصلش معاه دي اول بوينت اوف تشيك. تاني حاجة ان بيلاطس لما طلب منه ان هم ياخدوا جسد المسيح وينزلوه من على الصليب، بيلاطس ما كانش ادى التصريح الا لما بعد 4 من الجنود اللي هم بيعدموا الناس ادوا التأكيد ان دوت اكيد مات. لما الجندي ضرب جنب المسيح بالحربة ونزل مية ودم، دي احد العلامات الفسيولوجية ان الشخص دوت مات. يبقى حصل تكون كتير عند الرئة بمية، ومع ضرب الحربة هو يعني ضرب الحربة ويعني خلاص، يعني لو انت حتى غير ان بس فكرة ان الدم والمية دليل على ان الشخص مات، فحتى لو الشخص ما كانش مات كان هيموت من ضربة الحربة ديت يعني. الحاجة التانية عندنا بتقول هنا بتقول ان the post mortem Roman spear اللي انا حكيت لكم عليه، الحربة اللي اتضرب بيها المسيح بعد ما مات. to Jesus body is recorded متسجلة في يوحنا 19:33-35 is also affirmed مكتوبة كتبها
كاتب روماني آخر اسمه كوينتيليان، وهو ذكر كوينتيليان دوت that after crucifixions إن بعد عمليات الصلب الجندي اللي بيعمل المشرف على الإعدام اللي بيتأكد إن الناس ماتت، the executioner did not forbid to families the bodies of the victims for burial after those bodies had first been struck or pierced. يعني عشان الجندي يسمح أو ينفع يتسمح إن الأهالي تاخد الأجساد بتاعة الناس دول وتدفنها، تاخد تصريح بالدفن، لازم الجندي ده يطعن المصلوب بحربة علشان يتأكد إن هو مات. Okay. As Cook attested, the Latin term usually involves the use of a weapon. إن الكلمة اللي استخدمها كونتيليان بتتكلم عن سلاح such as a sword سيف، ممكن يكون السلاح ده سيف أو spear اللي هي الحربة. Hengel also listed additional death blows for the crucifixion victims. في ناس تانية سجلت أنواع أخرى من ضربات المميتة لضحايا اللي على الصليب. The most crucial item to note here، أهم حاجة هنا نحن نعرفها، هو إن كونتيليان الكاتب الروماني اللي هو ملوش علاقة بالمسيحية والأناجيل، وجون يوحنا اللي هو كاتب إنجيل يوحنا، هما الاتنين كتبوا الخطوة ديت، وهي خطوة متماشية تماما مع أدلة تاريخية اللي بيعمله الرومان في حالة إن حد هيدفن أو طلب جسده عشان يدفن. وإن الهدف منها دي جت في مقالة في PubMed، إن الهدف من الطعنة ديت هو إن يتأكدوا إن الشخص مات فعلا. طيب نشوف المؤرخين اللي من خلفيات مختلفة قالوا إيه. جيمس دان مش ما يعني مينفعش يعني دوروا على جيمس دان. The crucifixion is one of the two facts in the life of Jesus command almost universal assent. يعني هو بيقول إن حقيقة الصلب في حياة المسيح الأدلة المرفقة بيها بتطالب بuniversal إجماع من كل الناس. and it ranks يعني في الحقائق التاريخية بتتدرج أو بتترتب so high عالية جدا on the almost impossible to doubt or deny. يعني المؤرخين لما بييجوا يرتبوا الأحداث والاحتمالية حدوث حدث معين عندهم زي ما احنا بنقول مثلا عندنا grade A grade B grade C، هم عندهم برضو criteria أو categories أقسام بيصنفوا على أساس الأدلة الحدث دوت هل ممكن يكون نسبة حدوثه قد إيه. فمثلا لو نسبة حدوثه مثلا 90، أنا بضرب الأرقام دي من نفسي، مش دي الأرقام اللي هما بيستخدموها. لو قلنا مثلا من 80 ل100 أو من 90 ل100 دي أعلى حاجة، يبقى هو بيقول هنا إن الحدث بتاع صلب المسيح واخد أعلى حاجة. وبعد كده بارت إيرمان برضو ده skeptic مش مؤمن مش مسيحي، وهو أساسا من خلفية مسيحية said that the crucifixion of Jesus by the Romans is one of the most secure facts. يعني تاريخية صلب المسيح هي أحد الحقائق المضمونة اللي نعرفها عن حياة المسيح. Scholar Luke Timothy Johnson agrees, saying that the support for the mode of his death, its agents, and perhaps its co-agents is overwhelming. هو مؤرخ تاني بيقول الأدلة اللي عندنا على طريقة صلب المسيح وكمان الناس اللي involved أو اللي كانت موجودة في القصة، الأدلة عالية جدا. Jesus faced the trial before his death, was condemned and executed by crucifixion. إن المسيح تم محاكمته إعدامه عن طريق الصليب. Historian Gerd Ludemann ده skeptic، هو توفى حديثا لكن هو غير مسيحي ملحد، وهو عمل ديبيت مع ويليام لين كريج برضو بخصوص قيامة المسيح. بيقول الآتي إن Ludemann finds that Jesus' death as the consequence of crucifixion is indisputable. يعني مفيش أي نوع من الجدال حوالين موت المسيح بالصليب. كراسن برضو مش مؤمن
بيقول he takes it absolutely for granted that Jesus was crucified under Pontius Pilate، إن المسيح مات مصلوب على تحت أوامر بيلاطس البونتي. Jewish scholar بالا فريدريكسون دول نفس الكلام. Jesus Seminar دول مجموعة من المؤرخين اللي بيقعدوا يقروا الأناجيل ويرانك ايه الأحمر وايه الأخضر، يعني ايه اللي يسمحوا بيه ان هو تاريخي وايه اللي مش تاريخي، او ايه اللي مش عارفينه قوي. يعني هما برضو كل قضيتهم ان هما يعزلوا التاريخ من الميث، يعني هو في مع اعتقادهم بدل ما في معجزات يبقى دي استحالة تكون حصلت، لان هم لا يؤمنوا بوجود معجزات. بس ده موضوع مختلف. لكن حتى دول بيقولوا كالآتي، حتى دول بيقولوا ان one indisputable fact from Christ's ministry هي موضوع الصلب، يعني الحقيقة اللي مفيش أي فيها اختلاف هي صلب المسيح. ماركوس بورج برضو مؤرخ New Testament scholar برضو بيقول إن the crucifixion as a historical certainly akin to other commonly accepted events from ancient history، يعني مفيش، بمعنى صح بغض النظر انت تسأل مين، إجماع المؤرخين على، ممكن تلاقي واحد أو اتنين ماشي مع نفسهم اللي هم لا يؤمنوا أصلا إن المسيح جه، لكن دول واحد أو اتنين يتعدوا على الصوابع بالظبط. لكن مؤرخين اللي بيدرسوا في الكلاسيكال هيستوري، اللي التخصص بتاعهم هو الحاجات ديت، مفيش حد مختلف معاهم ان الصلب حدث تاريخي. نهاية الفيديو قربت خلاص. ايه اللي انا عايزة اوصله من بعد كل الرغي اللي انا حكيته دوت، وهو الاتي، ان احنا عندنا مصادر من القرن الاول اللي هي الوقت اللي حدث فيه صلب المسيح، وجايلنا من مصادر متعددة، يعني مش كلها من مصدر مسيحي ومش كلها من شاهد واحد، جايلنا من شهود مختلفة، سواء كانوا من تلاميذ أو من آباء الكنيسة أو من الرومان أو من اليهود أو عندنا من كل الفئات اللي كانت موجودة في الوقت دوت بتكتب تاريخ، كلهم وافقوا إن في واحد اسمه المسيح اتصلب في عهد بيلاطس البونتي، واني مش اي واحد بقى مسيح وخلاص، لا ده كمان عندنا ديتيلز تانية بتوضح ان احنا نفس المسيح اللي بيتكلموا عنه المؤرخين الرومان هو اللي اتكلم عنه الاناجيل الاربعة. فعلى الاقل احنا دلوقتي وصلنا النقطة اللي ما نقدرش فيها بدون انكار التاريخ ان احنا نقول فيها ان المسيح لم يصلب. اوكي، المسيح اتصلب، وده بشهادة الأحباء وبشهادة الأعداء وبشهادة العلماء. يجي بقى حد تاني يقولك المسيح ما اتصلبش أو شبه به أو حرف، أو انت عندك الاختيار، يا تروح ناحية الإيمان الأعمى، أو لأنك انت خايف تواجه الحقيقة، مثلا إن المسيح ممكن يكون مات فعندك مشكلة وهي هتتعامل مع ايه مع أدلة القيامة، وده موضوع آخر، فبتلغي موضوع ان هو مات اصلا او ان هو كان موجود اصلا. بغض النظر عن ايه الدوافع، انت قدامك الحقائق دلوقتي، وممكن تراجع ورايا وتشوف بنفسك. انا كده خلصت، ربنا معاكم، واتمنى ليكم كل صحة وكل سلام، لكن الاهم ان انتوا تفضلوا تسألوا وتدوروا عشان تعرفوا الحق. سلام.